بديوي كابتن فريق دمنهور، بنقول لك مبروك الفوز النهارده، فوز غالي النهارده على فريق كفر الشيخ. النهارده على اللقاء النهارده يا كابتن. والله الحمد لله والف مبروك على دمنهور كلها على المكسب النهارده، والحمد لله. وده المفروض ان على ملعبنا الطبيعي، احنا نادي بطوله وده الطبيعي ان احنا نكسب ان شاء الله. كفر الشيخ الاول وفرقه كبيره وتاريخ كبير زي دمنهور، بس احنا بنلعب على ملعبنا ودي كانت ليه يعني في صالحنا الحمد لله. يعني كانت ايه تعليمات الدكتور احمد عاشور النهارده ليكوا يا كابتن عشان احداث المباراه النهارده؟ والله هو تعليمات الدكتور، احنا المجموعه بتاعتنا دي تعتبر مجموعه الموت، احنا مجموعه اللي بيخسر ماتش بيبقى خامس. يعني كفر الشيخ النهارده خسرت ممكن تبقى خامس او سادس، احنا كسبنا ممكن ننط تاني تالت، فالمجموعه كله فرق بونت او 2 بونت. فالدكتور نبه علينا في الحته دي. احنا عندنا ماتشات الحمد لله، يعني الفرق اللي بتنافس كلها الحمد لله جايه لنا على ارضنا، فلازم نستغل الحته دي كويس. فالحمد لله النهارده استغلينا اول ماتش كان البدايه على ارضنا كفر الشيخ من الفرق اللي هي كانت اول، الحمد لله قدرنا ناخد ال3 بونت، وان شاء الله نقدر ناخد كل الماتشات اللي على ارضنا اللي هي الفرق اللي بتنافس ان شاء الله. ايه اللي بتطلبه من مجلس اداره نادي دمنهور يا كابتن بعد الفوز النهارده والوصول لنقطه 25 النهارده؟ هو مجلس اداره دمنهور يعني احنا بنطالبه طبعا ان هو يساند الفرقه بكل قوه، لان السنه دي من السنين اللي احنا دمنهور بقى لها فتره طويله ما صعدتش دوري ممتاز، فلازم السنه دي، وهي طول عمرنا بننافس يعني انا طول عمري بلعب في دمنهور طول عمرها بتنافس على الدوري الممتاز، فلازما اللي نفسه طويل في الاخر هو اللي بيصعد. فلازم يبقى لاخر ماتش في الحلوه المره المجلس في ظهرنا، هو على قد ما بيقدر بيبقى في ظهرنا، بس لازم اكتر ويدوس اكتر، وفي الوحشه يزقنا، في الحلوه يقف معانا ويحفزنا الحافز باستمرار. فهي دي الطلب الوحيد يعني ان شاء الله. بالتوفيق كابتن مصطفى بديوي وكابتن فريق دمنهور النهارده، ومزيد من ثروات يا كابتن الفتره القادمه. الف شكر، ربنا يخليك. شكرا.